وبنبدأ فيلمنا مع بطلنا واللي بيكون رياضي محترف مكسر الدنيا، واللي بنلاقيه بيعمل شقلباظات وبيطير في الهوا عادي جدا، سوبرمان في نفسه، وكل ده عشان يبهر البنت اللي معجب بيها من فريق التشجيع. وكل ده بيطلع اجتهاد شخصي من البطل اصلا، وانه كان بيبين للطلاب بتوعه قد ايه ان مراهقته لا تقدر بس هو في الاصل مدرس تربية بدنية في المدرسة عادي جدا. وبيروح المكتب بتاعه وبيلاقي ان في جواب مبعوت له، واول ما بيمسكه بنرجع للزمن ل 2005 لايام سنة. واللي بيكون البطل على سطح المدرسة بيتخانق مع زميله، واللي بيكون ماشي بمبدأ اللي يقدر عليا قرب لي، ولكنه بيكون لوهلة صغيرة بس مش أكتر، عشان بيكون بيتهزق في مكتب المدرسين تحت عادي جدا. واللي بالصدفة بيكون في طالبة منتقلة جديد للمدرسة، واللي أول ما بيشوفها بتخطف قلبه من أول نظرة، وهو بيشوفها من هنا وبينهل عليها بالأسئلة من هنا، اللي هو انتي منين؟ طب نقلوكي ليه؟ طب قولي لي اسمك ايه؟ أي حاجة منك. بس هي بتتلاشى عادي جدا وبتكتفي انها تقوله البنطلون يا معلم، فبينحرج وبيمشي. بس مش بيكون البطل لوحده اللي معجب، ده المدرسة كلها، وبيكون في شلة متنمرين الرئيس بتاعهم معجب بالبطل لدرجة انه بيبعت على جروب الدفعة اللي يقرب لها كأنه بيقرب ليه. بس البطلة بتكون مطنشة الكل عادي جدا، وفي مرة بتكون ماشية فبيشوفها البطل وبيكون في ورق متعلق على ظهرها فبيحاول ان يشيله من غير ما يزعجها، بس هي بتاخد بالها وبتتنرفز جدا، فبتعرض عليه بما انهم هما الاتنين طلاب منقولين زي بعض انهم يهربوا وما يكملوش اليوم الدراسي، فبيوافق وبيروح ياكلوا التبوكي بما انه الاكله المفضله عندها. لكن في اخر النهار بيحصل سوء تفاهم بينهم فبيتخانقوا وبتضرب، وبتروح تاني يوم بس بتلاقي رئيس المتنمرين سايب لها هدايا، فبتقرر انها تهرب وبتعدي من قدام البطل اللي بيكون بيتخانق عادي جدا، وبيروحوا ياكلوا التبوكي. فبيقول لها ايه رأيك نتواعد؟ فهو احنا لو توعدنا المتنمرين هيحلوا عنا. فبتقول له هو انت ايه اللي يفرقك عن المتنمرين؟ ما انت مقضيها خناق. فبيقول لها اوعدك مش هتخانق تاني، وافق انت بس. على جية رئيس المتنمرين اللي بيقول له انت بتنيل هنا. فبتقول له لو سمحت احنا بنتواعد. فبيستحلف له ان عيني عشته في المدرسة، وبيكون في وقت الغدا فبيروح يقعد معاها، فبتقوله انه مش مضطر يقعد معاها لكنه بيقول لها انه مرتاح هنا. ولسه ما كملش كلمته تلاقي رئيس المتنمرين حادف عليه علبة لبن، لكنه بيضحك وبيقول لها ايه ده انتي كويسة، وبيشرب من علبة اللبن عادي. فبيغيظهم اكتر وبيهربوا زي عوايدهم من المدرسة، بس بيكون المحل اللي بياكلوا منه قافل، فبيقعدوا يريحوا بس مش بيلحقوا يريحوا لان المدرس بيجري وراهم وبيستحلف لهم، فبيقضوها جري لحد ما بيهربوا منه. وبيروحوا يكملوا قعدة في بيت البطل وبتلاقيه عنده كتب كتير في مجالات مختلفة، وبيروح يوصلها وبتقعد تغني أغنيتها المفضلة، فبيعرف إنها بتحب الميوزك وبتقول له سلام بقى أنت هكمل انا بقى للبيت. وفي تاني يوم في المدرسة في وقت الغدا بيجي المتنمر وشلته يجر شكل البطل، فالبطل عشان يحل الموضوع فبيقول له يا عم انت اقوى مني وانا بتنازل لك عن المرتبة الاولى، حل عني بقى. بس المتنمر ما بيعجبوش الكلام وبيبدأ يضرب في البطل، بس البطل بيتضرب ومش بيدافع عن نفسه. وبيروح ياكلوا بعد المدرسة دي عوايدهم، فبيقول لها ايه رأيك اهو ما خلفتش بوعدي، محل ثقة ولا مش محل ثقة؟ طريقهم هم مروحين فالبطلة بتشوف عربية وملامحها بتتخطف، وبعد كده في المدرسة بتكون قاعدة في مكانها طول الوقت ما بتنطقش، والبطل كل ما يجي يكلمها بتزعق له وتقول له انه يسيبها لوحدها. فالبطل عشان يغير مودها فبيدخل هو واصحابه ساعة المدرسة وبيقضيها هون، فبيعرف يغير مودها فعلا. وفي مرة بيكونوا بيهربوا بس المرة دي مش عشان يروحوا ياكلوا، راحوا يغيروا جو، فالبطل بيهدي البطلة مسجل موسيقى عشان عارف ان هي دي الحاجة اللي هي بتحبها، فهي بتقوله هات ايدك بقى مهديك، وبترسم على ايده وبيقربوا من بعض اول يوم ده. بس البطلة تاني يوم مش بتيجي المدرسة، فالبطل بيقلق عليها وبياخد عنوانها وبيروح لها، ولكن لما بيوصل بيتها بيكون في خناقة وبتكون منهارة، واما بتشوف البطل فبتقوله له يمشي وبتنهار اكتر، وبيكون البطل قلقان عليها ومش عارف ايه اللي بيحصل، وبيجيله اتصال منها فبيعرف ان الشخص اللي كان عامل الخناقة ده هو باباه، وانها هربانة منه هي ومامته، وانه ما بيشوفش قدامه اما بيشرب. فبتقوله بما انه لقاهم هيضطروا انهم يمشوا تاني، وبتقوله انها اسفة وانه يخلي باله من نفسه. وبيكون البطل اتخرج خلاص من ثانوي، ولكنه بيكون فتح محل فاست فود ومقدمش على جامعة، بعكس صاحبه اللي بيكون جاي يقوله انه اتقابل في جامعة سول، وبيكون جايب معاه صورة للدفعة بتاعته ومعاه يوريها البطل بيكون مش مهتمة في البداية، لكن لما بيلمح البطلة بتلمع عينه وبيقرر انه يروح الجامعة. واما بيقول لاهله انه عايز يدخل جامعة ومش اي جامعة كمان، عايز يدخل جامعة سول، فبيضحكوا عليه. بس البطل بيكون واخدها جد لدرجة انه بيحبس نفسه في الأوضة وما بيخرجش الا لما بيتمرن عشان عايز يدخل تربية بدنية، وبيقدم لامتحان القبول في الجامعة وبيدخل جامعة سول أخيرا. وأول ما بيدخل الجامعة بيروح على شؤون الطلبة بيسأل عن البطل، لكن مش بيوصل لحاجة لأنه يعتبر انتهاك للخصوصية. فبيجيله فكرة إنه يدور عليها في مطعم التبوكي اللي حوالين الجامعة، لكنه بيلاقي مطاعم كتير جدا
فبيدور فيهم كلهم لحد ما بيلاقيها في واحد منهم. أول ما بيلاقيها بينادي عليها وبيكون مفكر إنها هتاخده بالحضن وكده يعني، لكنها بتقوله انت اللي جابك، وبتشيله حاجتها وبيعرف إنها دخلت تصميم أزياء. لسه بتقوله الحق الراجل ده لسه بيهدي صاحبة السكن بتاعنا، وهي مطنشاله وبتقوله اللي هو انت هتسكن فين؟ فبيقول لها يا محاسن الصدف في نفس السكن بتاعكم. وبتيجي صاحبة السكن وبتقول لهم المعلومات اللي هيمشوا عليها، يعني مفيش حد يعمل ازعاج ومسموح انكم تجيبوا اصحابكم بس ما يباتوش هنا، وكل واحد ينظف حاجته. محسساني انهم عيال في اعدادي. وبتيجي البطلة وبتقول له انها عايزاه في كلمة، فبتقول له انها مرتبطة عشان ما يكونش الوضع غريب بينهم. فبتقول له من هنا، وهو بيدخل في حالة اكتئاب من هنا لحد ما بيجي صاحب الفيلسوف بفكرة خطيرة وبيقول له بما انه كده كده عندها حبيب فانت هتنافس حبيبها بس. اقتنع بالفكرة وبيروح يشوف البوي فريند اللي هينافسه، بيلاقيه وسيم طويل عريض ورياضي كمان، فبيكون متغاظ منه قوي وعايز يضربه، لدرجة اما بيجي يقول له احدف الكرة كده مش كده، بياخدها بعلو ايده وبيحدفها على اخر ايده. وبيتغاظ اكتر اما بتيجي البطلة تتكلم على البوي فريند بتاعها قدام، وبتقول صاحبة البطلة لها انها ترتب لها موعد مع البطل، واما بتقول له بيطمس قوي وبيقول لها انت بتستعبطي ولا بتهزري، وبتروح تساعد 2 مسنين فبيروح يساعدها معاهم. فبتيجي الشرطة بالليل وبتاخدهم هما الاتنين، وهو قاعد يقول للشرطي سيبوها انا اللي هتحمل كل المسؤولية، انا السبب، وهو اصلا مش عارف هما ماسكينه ليه. وهي بتقعد عملت ايه المرة دي؟ ايه الداهية اللي انت جاي بيها؟ لحد ما بيعرفوا ان الاتنين المسنين اللي ساعدوهم كانوا بيسرقوا وهم ساعدوهم في السرقة. الله ينور عليه. الشرطة ما بيلاقيهم اللي هما الاتنين هبل خالص فبيطلعهم. وفي مرة بيكون في حفلة في السكن وبيكون البوي فريند مع البطلة فوق، فهو بيكون متغاظ قوي فبيطلع لصاحبة السكن يزعق الإزعاج ده، أنا طالب مجتهد وليا حقوق وواجبات وما ينفعش أذاكر في الدوشة دي. فصاحبة السكن بتفكر إنه بيلقح عليها لأنه بيكون معاه البوي فريند بتاعها، فبتمسكه تضربه، بس هو بيكون مبسوط إنه عكنن عليه. وفي مرة بيكون البوي فريند بتاعها جايب لها هدية، وأما بيشوفهم بيرمي عليهم طوبة وبيطلع يجري زي العيال الصغيرة بالظبط، بس هي بتكون عارفة إن هو. وفي مرة بيكون البطل رايح المكتب فبيسمع البوي فريند بتاعها وهو بيخونها، وبيكون في مباراة فبيمسكها وبيقول لها، لكنها مش بتصدقه وبتفكر إنه بيحاول يوقع بينهم، وبتفكره بشغل العيال الصغيرة اللي كان بيعمله. وبيفوز البطل في المباراة، واما بيجي البوي فريند بتاعها يهنيه فبيمسكوا يضربوا، وبعد كده اما بقى بيشوفوا بعض بيعملوا نفسهم كانوا ما يعرفوش بعض. وبيعدي 5 سنين وبيكون البطل عنده جيرل فريند وبيكون بيشتغل في التدريب، وبيكون في مرة بيوزع ملصقات فبيلمح وبيمشي وراها، بيعرف انها بقى بتشتغل عارضة ازياء، فبيقول لها انه شافها على التلفزيون بتلمح الخاتم اللي في ايده، فبيقول لها انه مرتبط وبيسألها اذا كانت مرتبطة فبتقول له لا. بيكون عندها تصوير خارج المدينة وبتكون مش لاقيها حد يوصلها، فبيعرض عليها انه يوصلها فبتوافق. واما شاف قد ايه انها بتتعب في التصوير فبيديها بوكس يفكرها بأعمالها عشان تفتكر أحلامها، فالموضوع بيأثر فيها جدا وبتحس إنه مهتم بيها. وبيكون في مرة بيوديها فبتقول له إنه ما اتصلش بيها ليه، وبيطلع إنهم اتقابلوا قبل 5 سنين وإنها كانت اتصلت بيه عشان تودعه عشان كان هيروح الخدمة العسكرية، وبتقول له إنها انفصلت عن البوي فريند بتاعها وإنه طلع كلامه صح، فبيقعدوا يشتموا فيها عشان ترتاح، وبيقعدوا يشربوا ويهيسوا ويضحكوا. بس لما بيصحى بيدور على البطلة مش بيلاقيها، فبيسأل عليها صاحبة السكن فبتقول له إنه امبارح دخل الحمام وغيب، فجت صاحبة السكن على سعر البطلة وهي بتزعق عشان يفتح الباب، وما بيفتحوا الباب بيلاقوه انه عامل حمام ونام مكانه، فهي نضفته ونقلته وسابته ومشت عشان الإحراج. بتكون البطلة سايباله ورقة انه يتصل بيها بس هو ما بيكونش شافها وبيفكر انها هربت وسابته ومشت. وبيجي لها اتصال من صاحب التصوير وبيقول لها ان التصوير اتلغى، فبتزعل قوي. فالبطل بيقول لها انه هيوديها مكان تغير فيه جو، بيوديها مكان حلو قوي وبيقعدوا يضحكوا ويفتكروا ايام ثانوي، وما بيجي يعترف لها بحبه فبترفضه فبيفكر عشان هو مرتبط. وفي يوم هو في التدريب بتيجي الجيرل فريند بتاعته وبيقول لها، فهي بتتفهم الموضوع وبتسيبه. وفي مرة البطلة بتكون بتصور فبيروح لها في موقع التصوير وبيقول لها انه سابها، فبتقوله انه مش هينفع يكملوا مع بعض وانه يفكوا من ايام ثانوي، وبتسيبه وبتمشي. وبيكون في حاجة هتقع عليها فهو بيحميها وبياخد الضربة مكانها وبياخدوها المستشفى، وما بيفوق بيقول لها الحمد لله انك بخير ولا يهمك، وبيرتبطوا وبيكونوا كابلز لطاف قوي، حتى خناقاتهم بتكون لطيفة زيهم. وفي مرة بيكونوا متجمعين مع اصحاب ثانوي وبيكون شارف فبيبدأ يشتم في فكرة الجواز وقد إيه إنها فكرة فاشلة، وبيشتم في صاحبه اللي ناوي يتجوز، وأصحابه قاعدين يسكتوه وده ما بيسكتش لحد ما بيطلع، وبتطلع البطلة وراه وبتكون عارفة إنه زعلان عشان كل ما يقدم على الوظيفة بيترفض عشان الإصابة اللي في ظهره، فبيعتذر لها وبيقول لها إنه ما كانش قصده وإنه المهم إنهم مع بعض. وفي مرة بيكونوا بيتمشوا فبتقول له إن شركتها طلبت منها إنها تسافر بلجيكا من 3 ل4 سنين، فبيقول لها سافري، فهي بتزعل إنه ما بمسكش بيها، فبيقول لها إنه كده كده مش هيقدر يمنعها. وبيتوفى والدها وفي الجنازة بيكون واقف مع صاحبه وبيفضفض وبيكون ندمان إنه قابلها تاني بعد التخرج، وإنه لو ما كانش قابلها حياته كانت هتبقى أحسن، وإنه ما
كانش هيتعرض للإصابة وكان هيتوظف بسرعة. تسمعه بتقول له إن هو اتصاب ومرتبط بيها، كل حاجة كانت من اختياره، وبتنفصل عنه لأن والدها كان بيلقي باللوم على مامتها في كل حاجة وإنها مش عايزة تعيش نفس معاناة والدتها. وبيقابلها بعد ما بتهدى وبيقول لها إنه ما كانش في وعيه وإنه كان شارب، وبيقول لها إنه خلاص اتقبل في الوظيفة، فبتقول إنها هتسافر بلجيكا. فبيقول لها إنها تسافر وإنه سفرها هيكون بمثابة عقاب ليه وإنه هيستناها، لكنها بترفض وبتسيبه وبتمشي. وبنرجع للمستقبل وبتكون البطلة جاية تقابل البطل وتهنيه على وظيفته بعد ما رجعت من بلجيكا، وبيسألها عن أحوالها فبتقوله إنها اتعرفت على واحد كوري كان عايش في بلجيكا وإنه كويس معاها، وبيهزر معاها وبيقول لها إنها ما تنساش تعزمه على فرحها. وبيكون الجواب اللي شافه البطل في الأول كان دعوة لزفاف البطل، وبيكون قاعد يصيح لصحابه وإنه قصده ما قال لها تعزمه كان قصده عزومة مراكبية مش أكتر، وقضاها صياح وبكاء ونواح لحد ما نام. وبيقرروا إنهم يروحوا لمكان معزول وكل واحد فيهم عنده أحزانه المكفية، يعني البطل وعارفين، وواحد صاحب البطل تاني راح يقضي وقت بعيد عن مراته، وواحد تاني انفصل عن حبيبته ومحتار يعمل ايه في التاتو اللي عامله على رجله يمسحه ولا واحد واحدة نفس الاسم. وقضوها صياح وبكاء على الأطلال لحد الصبح، لحد ما بتطق في دماغ البطل إنهم يروحوا يحضروا الفرح. فبيصحي صحابه، اللي يقول له ما عنديش بدلة يقول له عندي، واللي يقول له ما عنديش جزمة يقول له عليا، هنروح يعني هنروح. لدرجة إنه ما بيستناش المركب يجي ياخده وبياخدهم لحد الشط، وبيروحوا الفرح وبيخططوا إنهم يخلوا البطل يتكلم على البطلة لوحدهم، وطفشوا المعازيم من هناك، حتى طاقم العمل ما سابوهوش في حاله وخلوا الجو للبطل. بيفكروني بالهنود قوي. والبطل اول ما بيشوفها بيتصدم وبيقعد يقول لها قد ايه انها جميله وان الفستان عليها حلو قوي، وبيعتذر لها عن كل حاجه، وبيقول لها ان لما دخلت حياته وخلته يكون اصدقاء حلوين قوي وانه يلتحق بالجامعه انها غيرته للاحسن، وبيشكرها انها ظهرت في حياته وبيتمنى لها حياه سعيده. وبتقول له انها ما كانت بتحس بالوحده او بتحس انها ضايعه، فهي كانت بتلجأ تشكره هي كمان على وجوده جنبها. وبيودع البطله بابتسامه حزينه، وانا اللي كنت مفكرها هياخدها ويهربوا زي عوايدهم، يلا ملهمش في الطيب نصيب. قولوا لي انتوا ايه رايكم في النهايه. سلام.